كاين شي يهودي مغربي في العالم بأسره اللي ما توقفش أمام وجهي آنذاك، واللي ما تندعيلوش بالخير، واللي ما تنطلبلوش الله أنه يرجع لبلادو ويتسارها ويزورها ويسر رحم مع الأحياء ويزور قبور الأموات. فعلا أنتم رعايانا، عندكم مزايا كبيرة بالنسبة لليهود الآخرين. أي واحد يمكن لك تسولو تقول له فين باك، فين دفن جداك، فين كبرتي، يقول لك ما نعرفش. أنتما أعطاكم الله واحد الكرامة غريبة، واحد أولا سبقتوا العرب للمغرب. يقولوا بعض المؤرخين على أن يمكن واش صحيح ولا ماشي صحيح، لأن بعض اليهود في عوض يتبعوا سيدنا موسى لما اخترق البحر الأحمر أنهم يتبعوه من نواحي الشرق، أن واحدين أخرين خافوا من البحر وجاوا لهذا الجهة من العالم. الحمد لله اللي جاوا، والحمد لله اللي استوطنوا عندنا. فماشي يمكن لكم تقولوا آبائنا وأجدادنا موجودين في المغرب واجي نوريك فين مدفونين وفين، بل عندكم ميزة، وهذه الميزة بغيتكم تبقوا محتفظين عليها، وهي الميزة الثقافية متاعكم والدينية. المعلوم عند الجميع بأن المدرسة التلمودية المغربية هي أحسن مدرسة تلمودية في العالم. معلوم احنا الخاخامين عندنا قاسحين شوية، ما تيقولوا شي دغيا هذه ديما ربما تيقولوا هذه حامس ولا حرام ولا كذا، ولكن لا، تيجيو يستفتيوهم الرهبان من جميع العالم، جميع الخاخامين في العالم اللي تيبغوا يعرفوا شنو قال الدين اليهودي الحقيقي الأصيل، ما تمشيوش لمحل آخر، تيجيو للمغرب باش يبحثوا على دينهم، كما أنكم ترجعوا للمغرب باش تبحثوا على ثقافتكم وأصالتكم. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يخلي هذه الصلة بينكم وبين بلادكم دائما واقفة. قولوا آمين معنا حتى، ويجعلكم كذلك دائما محفوفين بعناية الله وكرمه، ويكثر عليكم الرزق ديالو والفضل ديالو، ويجعلكم تصلوا الرحم مع اخوانكم المسلمين في المغرب اكثر واكثر، وكونوا على يقين دائما اننا كما كانوا اسلافنا وجدادنا، وكما غادي يكونوا ولادنا وحفادنا، غادي تكونوا انتم كاخوانكم المسلمين طرف من اللحمه نتاعنا. واجب علينا الحفاظ والمحافظة على حقوقكم وأمنكم وحريتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.